السلام عليكم، تحية طيبة من قناة شؤون خليجية وأخبار المغرب التي لا تنتهي. وهذه المرة قصة أخرى لأشرف حكيمي، حيث نقلت صحيفة لو باريسيان الفرنسية خبرا حول خضوع الدولي المغربي أشرف حكيمي للتحقيق على خلفية ادعاءات فتاة تزعم بأنها تعرضت للاغتصاب من طرف لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي أول أمس. المصدر ذاته نقل مزاعم الفتاة التي أكدت أنها تعرفت على حكيمي في محادثة خاصة عبر تطبيق انستغرام منذ أسابيع قليلة، أن يلتقيا أول أمس عندما أرسل لها سائقا من تطبيقات خدمة النقل لإحضارها إلى مقر إقامته. وتدعي الفتاة المذكورة أن حكيمي بدأ بتقبيلها في عدة مناطق من جسدها رغم امتناعها عن ذلك، قبل أن تقوم بدفعه برجليها وتفلح في الإفلات منه، لتبعث برسالة نصية لصديقتها التي أتت لتقلها من هناك، وذلك حسب ما نقلت صحيفة لو باريسيان الفرنسية. يذكر أن سعد المجرد قد سجن في فرنسا بتهمة الاغتصاب كذلك لمدة 6 سنوات، وطلب المحامي باستئناف القضية، لكن لا جديد حتى الآن. هل ترونها هي قصة عابرة أو أنها قصة حقيقية تلم على المجتمع المغربي أنه عنيف لهذه الدرجة ويمارس هذه الطقوس الغريبة على المسلمين؟